الفي سينك ايه هو اصلا وليه ممكن يبطئ الماوس بتاعك؟ اعمل لي فولو عشان نفسي اوصل 10000 اخت ويلا بينا. الفي سينك ببساطه وبكل بساطه هو تقنيه بتخلي الفريمات اللي طالعه من كارت الشاشه متزامنه مع معدل تحديث الشاشه نفسها او الهرتز بتاع الشاشه. طيب ده عشان ايه؟ علشان تقلل او تمنع حاجه اسمها سكرين تيرنج. طيب يعني ايه سكرين تيرنج اصلا؟ تخيل كده معايا الشاشه بتاعتك 144 هرتز والكارت بيطلع 180 فريم، او بمعنى اصح بيطلع فريمات اسرع من اللي الشاشه بتعرضه، فبكده ممكن حرفيا الشاشه تعرض جزء من فريم وجزء من فريم تاني في نفس اللحظه، فساعتها يحصل زي تقطيعات في الصوره اللي تظهر لك، مش تهنيج، لا تقطيع او صوره متقطعه عشان تبقى فاهم. بس هنا بقى الفي سينك بيجي لكارت الشاشه ويقول له استنى يا عم الحاج راح فين، اهدى بس كده. حرفيا يعني بقول لك بناء الحرف الشاشه لسه ما خلصتش الفريم الاولاني، عايز تديها فريم تاني ازاي بقى؟ فكارت الشاشه هيروح مبطئ نفسه شويه بسيطه كده، يكون قلل السكرين تيرنج او التقطيعات اللي بتظهر في الشاشه. ولكن زي ما احنا عارفين ان مفيش حاجه كامله، فكارت الشاشه لما بيبطئ نفسه بيعمل حاجه اسمها ليتنسي. طيب يعني ايه ليتنسي اصلا؟ الليتنسي ببساطه وبكل بساطه هو الوقت بين انك تعمل انبوت، زي مثلا تحرك الماوس، زي مثلا انت تدوس كليك على الماوس، وبين ما نتيجه الحركه دي تظهر لك على الشاشه. وده بقى مهم جدا 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 في العاب الشوتر. ففكره ان الاستجابه دي تكون بطيئه في العاب الشوتر ما ينفعش خالص حرفيا. ما انا بقول لك عليها ضريبه برضه، مفيش حاجه ببلاش يعني. ولكن ده بقى معناه ان الفي سينك كده بطه بلدي ملوش اي لازمه. هرد عليك وهقول لك ان هو على حسب استخدامك. يعني مثلا العاب شوتر اوعى تفعله، لكن انت لو بتلعب العاب تختيم انت اصلا مش هتلاحظ ان في بطء في الاستجابه. يعني لو انت شوتر اقفل الفي سينك، لو انت بتلعب العاب تختيم افتح الفي سينك. وسايب لك في البايو حرفيا كل اللينكاتي، لو عايز تتواصل معايا تواصل معايا عن طريق الانستجرام. واهم حاجه ما تنساش قناه الواتساب اللي انت هتلاقيها برضو في البايو، حرفيا بينزل عليها حاجات ما بتنزلش في اي حته تانيه. وبس كده رجاله.